تسرع. وليد صادي كان ربما نابع من ضمانات انه خلاص فريتها مع جمال نرميها، ولا كاين قراءه اخرى لا ادريها، انا لا ادخل في النوايا ولست اوني با لا بور فير دي بروسي دانتونسيون. ولكن لما نحدد المصطلحات، ولكن لنحدد اني جاي لنحدد المصطلحات. لما تقول لي مؤمن اراد الذهاب فاتفقنا بالتراضي، يعني انا مضيت لك ثقه في الوثيقه، احنا نقولوا هكذا الثقه في الوثيقه. لو انت مضيت لك يا حسام وقلت لك نسمح في دراهمي ما نكملش معك الكال مانيش قادر نهضر راني عيان، انت تجيب واحد اخر وتقول لي مؤمن تحب تعطيني تعويض تعطيني، ما تحبش تقول لي انت جبت روحك الله يسهل عليك. يا اخي هكذا ولا لا؟ باش نبسطوا للمشاهد كاين يفهم مليح الامور. اليوم بالماضي في موقع وصادي في موقع. وليد صادي كان في خطا، كان كما يقولوا عن غنى عنه، يعني يا اخي هكذا كان قادر يتريث في غنى عنه، في غنى عنه، يدخل الجزائر يسقهوى يتلاقى مع البيرو اكزيكيتيف، تلاقى مع مشي بالماضي، قال لي مشي بالماضي شحال تفاهمنا ليك هكذا لحقا. لكن هذا الخطأ لا يتحمله جمال بالماضي، ويجب أن لا يكون في النهاية جمال بالماضي ضحية سوء إدارة وتقدير وتقييم من الاتحاد عندما يخرج. يعني أبسط مثال طريقة الإعلان عن خروج جمال بالماضي أو انتهاء تعاقده مع الاتحاد، تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس الاتحاد حتى بدون بيان. هذا يعني هذا على الأقل يعطي صورة حقيقية عن كيفية إدارة الأمور في الاتحاد. هذا من جانب. الآن هل جمال بالماضي مطلوب منه انه يتنازل هذا هو السؤال، يتنازل؟ انا بالنسبه لي لو كان يريد ان او مطلوب منه انه يتنازل ما كان من المفترض ان حتى يتم توقيع عقد معاه. هذا عمله، هذا عمل وغايه 26